في أم زوجها متوفي، عندها أولاد مش بيودّوها ولا بيراعوها ولا هم يعني بيكتم نَفَسه 15 دقيقة. برافو عليك. اسمع السؤال اللي جاي ده، الأم دي كانت تعبانة جدًا وولادها ما جوش يمرّضوها أو يخلّوا بالهم منها أو إن هم يراعوها، وكانوا بيعتمدوا على جارة جنبها كده يقولوا لها إيه خلّي بالِك من ماما. المهم الجارة دي راعت الست دي فترة طويلة جدًا، وكانت تأكّلها وتشرّبها تقضي كل حاجات البيت يعني. فجات قبل ما تتوفى قالت لها: "يا جارتي خدي الدهب بتاعي ده، لو أنا مُت في أي وقت طلّعيه على روحي للأيتام والمحتاجين." المهم الولاد برضه ما جوش ومامتهم توفّت، وبعد ما اتوفّت الولاد جُم. دوروا أول حاجة بعد ما أمهم اتوفت على الدهب، فقالوا متهمين الجارة إن هي سرقت دهب أمهم. دلوقتي الجارة محتارة، هل هي تعمل الوصية اللي هي متوصية بيها إن هي تبيع الدهب وتطلعه على روحها، ولا ترجع الدهب لولادها؟ أنت إيه رأيك؟ عايزين نسمع رأيك.